السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى الجميع بخير إن شاء الله. شوفوا خوتي في هذا الفيديو والله الفيديوهات اللي قبل أنا ما نحبش فكر الأحرار لمسميات أتباع زيطوط والمازدا والمغرر بهم. أنا كي نقول لك مغرر بهم تبع معايا. اليوم راني راح نولي معاك خاوة إذا كان الفكر نتاعك فيه 1% إيجابي راني خاوة معاك. تبع معايا خويا واسمع معايا مراد طهاري. اسمع معايا برك ومن بعد ساح. يا ربك صدموا الأفارقة على جنوب تونس وجنوب المروك وما حبوش يروحوا الجزائر. قال لك صدموا الأفارقة لتونس والمغرب وما حبوش يروحوا الجزائر. قال لك تعرفوا علاش؟ اسمع معايا الأحرار اللي راه الرسالة تاعي في بداية الفيديو هذا اللي كنت. تعرفون لماذا؟ على خاطر كون يروحوا الجزائر يقتلهم الجوع. ما كاين لا بنان لا تفاح. ما كاين لا بنان لا تفاح. راك معايا الأحرار في الفكر اللي راني وصلت ليه. يعني هذا المنافق على بالي مورا طهاري دوك تشوف الفيديو هذا باش نكشفك منافق. لو صدموا الأفارقة للجزائر وما صدموش لتونس والمغرب وش تقول؟ تقول أين هو جيشكم؟ أين هو شنقريحة؟ أين هو تبون؟ تبدأ تجبد 20 مليار دولار 15 مليار دولار تسليح الجيش الجزائري. الأفارقة تموا الجزائر. شوف مراد، إذا عدت تلعب في لعب الأطفال خليناه منذ عقود. وإلا كان كذيب أرواح ندرسك لأنه الذيب كان يدرس عنا احنا. وإلا كانك خبيث احنا الإنسان الخبيث هذا نحطوه تحت الرجلين. يعني القالب اللي تجي ديرو رايح نردو ليك بصفعات. نروحو نتبعو الفكر نتاعك يا سيدي اللي هو لقاو الخير في الجزائر، لقاو الخير عفوا في المغرب وتونس ولقاو الجوع في الجزائر. معليش تبع معايا نشوفوا الخير وين والجوع وين. الجيش علاش؟ لماذا لا يتحرك الجيش؟ علاش الجيش ما يتحركش وما يمشيش يسكر الحدود؟ شوفوا السيارات الرباعية اللي داخلة عن طريق الصحراء، شوفوا الشاص، شوفوا الطيوطات. هذه سيارات حربية، هذه سيارات نتاع حروب وليست سيارات لاجئين. سمعت مراد طهاري وعلى لي الفكر تاعك. السيد راه يقول لك دخلت سيارات رباعية الدفع ومعبية بالأفارقة ودرك نوريكم الفيديو تشوفوه. والسيد راه يقول أين هو الجيش وعلاش الأفارقة اخترقوا المروك واخترقوا تونس وما قدروش يخترقوا الجزائر. هذا السؤال ليك يا المخنز يا سارق يا اللي سرقت لونساج يا اللي ما تحشمش. زيد تبع معايا نشوفوا السيد هذا التونسي واش راه يهضر. شنو يا بابا نحن نقعدوا نفرجوا فيكم معناها تبيعوا في البلاد والتحين نتاعكم للقوله ولا علني عيني عينك نورمال فهمتني، ونحن نجوعوا ونموتوا ونتغربوا باش انتم تعيشوا. لا يا بابا مصلحة البلاد قبل كل شيء وبلادنا ما تسحقش اللاجئين هذوما توا خاطر نحن نلوجوا على الزيت والسكر والحليب وهذه مطالب نتاع لاجئ مش نتاع واحد تونسي في بلاده. مع احتراماتي للشعب التونسي اللي خاوتنا واشقائنا، مع احتراماتي الكامله لكم، راني نرد على المخنز العميل المرتزق نتاع المخازنيه من جال شويه داعمين في التيك توك هو يطيح لبلادو ويقول باللي الجزائر راهي في الجوع. وبصح احنا مانيش نسب فيكم على اساس انه الجوع هذا وكلمه تاع شعب تونسي يقول لك اخويا ما موفر حتى شيء في البلاد، يعني الاكل والزيت والماء والصوالح هذيك ما كانش. يعني يقول لك احنا رانا لاجئين. كيفاه مرات تكذب علينا درك وتقول لنا هاك؟ يعني المغرب شفناها، المغرب لا حياة لمن تنادي. المطيشه ناضت عليها مظاهرات، انا ما شفتش في حياتي مظاهرات على المطيشه ولا البطاطا، ما شفتهاش في حياتي، لكن في المروك كسرات. باش نكشف برك النفاق نتاعها. زيد تبع معايا. بالنسبه للناس اللي ما عارفاش سيروا بحثوا واحد شويه، راه كاين واحد الحركه افريقيه كتامن على ان افريقيا للافارقه، وراه بدات هم عندهم اداره ديالهم في امريكان وكيامنوا على ان افريقيا ما خصش يكون فيها العرب كاع. وبداو واحد المخطط طويل وخدامين عليه على واحد المده ديال 100 عام انهم بغاو يستعمروا شمال افريقيا ويجريوا على العرب منها. مراد انت قلت لقاو الخير في المغرب وتونس ولقاو الشر في الجزائر. تبع معايا تشوف لي زافريكان. راني كي نقول لي زافريكان خاوتي لي زافريكان ما نقدرش نقول لي زافريكان. لي زافريكان راني راخفها بلساني نورمال. المهم راكم فاهميني راك فاهم. شوف سي مراد واش داروا في المغرب. شوف اين وصل او اين وصلت النزاله تاع هذو الافارقه في المغرب وكيفاش راهم يتعاملوا مع الشعب المغربي وكيفاش الشعب المغربي راه يبكي منهم. شوف معايا.
وهاد الناس راه بزاف راه بغاو يطغاو علينا في هاد البلاد ديالنا. لكم زعما كتقولوا تكافصوا كيتكابسوا خصي على الدريات، كنا نشدوا دريه دخلوها صحه، كل ما كناش حنا بزاف د الحوايج كانت كتوقع هنا. قال لك الذريه، بالمقصود الذريه هي البنات. قال لك حاكموا بنت وداوها وراح يعملوا عملتهم مزيد داخلوا الشعب المغربي وفكوا هذيك الطفيله. مراد هذا هو الخير اللي كنت تحكي عليه، يا هذا هو. زيد شوف معايا اللي هاد ستوب كيجريسيو عباد الله بزاف. واحد يطلب من هنا والاخر كيدور ليه من اللي كيديري التليفونات ديال الناس. هادشي مباشره كاع اللي كتبغوا تتصوروا مرحبا. راه هادشي هذه المراركه اللي كتبوا لي في الفيديو السابق انك تكذب علينا وما كانوش يسرقوا في المراركه وما يقدروش. عامليك ها ولاد بلادك هما اللي يقرروا ماشي انا. ويقولوا حاشا كيتكفوا مع الشارع. شوف الشارع كيفاش داير، شوف خويا الشارع كيفاش داير. ويدخلوا المحطه خويا ويتكفسوا على عباد الله، والطواليطات يضربونا في الطواليطات ديال المحطه وتسرعوا عنا على الدريات. وراه غير الدراري ديال المحطه راه هما اللي كيجيبوا النفس على الدريات هنا في المحطه. سمعت ولا ما سمعتش مروك اللي كنت كذب فيا البارح؟ عطيت لك الفيديو ثاني البارح قلت لك هم قلبوا لك زباله المروك، جيت لي تكذب علينا وكاع. انا ماشي نكذب عليك، هاولي قدامك اليوم الفيديو من المغرب واصحاب البلاد هما اللي يهضروا ماشي انا اللي نهضر. شوف شراهم دايرين فيكم الافارقه. شوف هاي درك مروكيني يكذب عليك. هاي ليك هجوم كأنها الزومبي تخليكم. الشعب ولا بوليس تاع المراكع قابل الافارقه. شوف شوف الضربة، خبط المخبط. هاو الماتريال مكسر. الحرب العالمية ناضت في المروك. ما يجي يكذب عليا في التعليقات، شغل ما تحشمش، شغل وجهك كيفاه مغسول يا المروكي. هذا راه المساكن تاع الافارقه هنايا، المساكن تاع الافارقه. شغل خلاص المغرب ولا في السنغال، مع احتراماتي الكامله للشعب السنغالي. شوف لابوليس تاعهم متخبيين. شوف معايا، شوف لابوليس تاع المرار كانوا متخبيين. شوف الافارقه قداش. تبع معايا هنا، شوف هنايا عندهم ربعه بوليسيه، فاهم؟ ربعه بوليسيه جايين مع جيش من الافارقه. شغل كما حطيتها في العنوان، جيش من الأفارقة يحاصر الشرطة المروطية، ولكن الهروب هو الحل الأفضل. الحرب العالمية ناضت في المغرب. هذا فيديو خدمت لكم خاوتي قصير ردا على المرتزق مراد طهاري اللي قالك لقاو الخير في المغرب وتونس ولقاو الجوع في الجزائر. لا لقاو جيش قوي في الجزائر ولقاو شعب ما يبيع ما يشتري معاه. تغلط تخلص. لقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما نقول لكم لا ديروا لايك لا اشتراك، وحدك راك تفهم. سلام.